يا ترى ما الذي يصنع المدرب العظيم فعلاً؟ هل هي الانتصارات، الشغف أم القدرة على إلهام اللاعبين؟ غالباً ما يكون تقييم المدرب أمراً ذاتياً، يعني يعتمد على الشعور والانطباع. لكن ماذا لو كانت هناك طريقة لتحليل سلوك المدرب بموضوعية تامة، طريقة تحول ما يبدو كفاً إلى علم دقيق؟ في شرحنا اليوم رح نبدأ بفهم لماذا من الصعب قياس أداء المدربين بموضوعية. بعدها رح نكشف عن أداة قوية مصممة لهذه المهمة بالضبط، وهي نظام KMCPAS. رح نغوص في مكوناته الأساسية الثلاثة: كيف يتفاعل المدربون، وكيف يبادرون، وما الذي يكشفه صمتهم. وفي النهاية رح نشوف كيف تجتمع كل هذه الأجزاء مع بعضها لترسم صورة كاملة ودقيقة للتدريب الفعال. خلونا نبدأ بالقسم الأول، تحدي الملاحظة. المشكلة الأساسية في تقييم التدريب هي أنه يعتمد بشكل كبير على الانطباعات، يعني التقييم غالباً ما يكون شعور، مثل أعتقد أنه كان تدريباً جيداً، بدلاً من الاعتماد على حقائق ملموسة وبيانات قابلة للقياس. وهذا يطرح سؤال جوهري: كيف يبدو التدريب الرائع فعلاً؟ مش بناء على شعورنا، بل بناء على شيء يمكن ملاحظته وقياسه وتحليله. نحن بحاجة لجسر يعبر بنا من ضبابيات الآراء إلى وضوح البيانات، وهذا بالضبط هو هدف النظام الذي نحن على وشك استكشافه. إذن كيف نبني هذا الجسر؟ في قسمنا الثاني رح نتعرف على نظام مصمم خصيصاً لهذه المهمة. خلونا نتعمق في نظام KMCPAS. طيب، ما هو نظام KMCPAS بالضبط؟ إنه نظام ملاحظة طوره عبد الكريم محمود السمرائي. لكن هنا تكمن العبقرية. النظام لا يكتفي بتحديد السلوكيات، بل الأهم من ذلك أنه يحسب تكرارها. وهذا هو التحول الحقيقي، الانتقال من سؤال ماذا فعل المدرب إلى كم مرة فعل ذلك. إنه الفرق بين الانطباع والإحصاء. يحلل النظام سلوك المدرب من خلال 3 محاور رئيسية. أولاً، السلوكيات التفاعلية، وهي ردود الفعل المباشرة على أداء اللاعب. ثانياً، السلوكيات الاستباقية، وهي الأفعال التي يبادر بها المدرب بنفسه. وأخيراً، سلوكيات المراقبة، والتي تكشف لنا قوة ما يحدث في لحظات الصمت. فلنبدأ بالنوع الأول، السلوك كرد فعل. هذه هي الاستجابات الفورية والمباشرة اللي تصدر من المدرب نتيجة لسلوك قام به لاعب أو مجموعة لاعبين في تلك اللحظة. كل تصرف من اللاعب يضع المدرب أمام مفترق طرق. المسار الأول هو الاستجابة للأداء الجيد، وهنا يأتي دور التعزيز الإيجابي والثناء. المسار الثاني، وهو الأكثر تعقيداً، هو كيفية الاستجابة عند وقوع خطأ. ما يكشفه النظام هنا هو دقة تحليل الاستجابات للأخطاء. فالمدرب لا يملك خياراً واحداً، يمكنه أن يشجع أو يقدم تصحيحاً فنياً أو يعاقب. والأكثر دقة، يمكنه تقديم إرشادات سلبية، ذلك المزيج من التصحيح واللوم، أو ببساطة يتدخل لفرض نظام. كل خيار من هذه الخيارات هو نقطة بيانات تسجل، وهذا يوضح الأمر ببراعة. هذه العبارة المأخوذة مباشرة من المادة المصدر هي مثال مثالي على الإرشادات السلبية. إنها ليست مجرد تصحيح فني، لا، إنها تصحيح ممزوج بالإحباط واللوم، والنظام دقيق بما يكفي للتمييز والالتقاط هذا الفارق الدقيق والمهم جداً. لننتقل الآن إلى الفئة الرئيسية الثانية، السلوك بالمبادرة. هنا نحن لا نتحدث عن ردود الأفعال، بل عن الأفعال الاستباقية التي يبدأها المدرب بنفسه لتوجيه التدريب. فكروا في هذه السلوكيات كأنها صندوق أدوات المدرب التعليمي. قد يستخدم الشرح النظري أو التوجيه التنظيمي لإدارة التدريب. يمكنه طرح أسئلة لتحفيز التفكير، أو الإجابة على استفسارات اللاعبين، أو الأهم من ذلك كله، تقديم عمل عملي للمهارة. حتى تفويض الشرح لمساعد مدرب هو خيار يتم تسجيله. من المهم التمييز هنا. التشجيع العام، مثل هيا لنحقق فوزنا الأول، هو أيضاً سلوك تلقائي. لكن على عكس التشجيع الذي يتبع خطأً، هذا النوع يتطلع إلى المستقبل. إنه لا يستجيب لأداء سابق، بل يهدف إلى شحذ الهمم وتحفيز الأداء في المستقبل. من المهم أن ندرك أن مبادرات المدرب تتجاوز التعليمات الفنية،
فهي تشمل أيضاً التنظيم الإداري، مثل تحديد من يستخدم أي جهاز ومتى، كما تشمل المحادثات الاجتماعية غير الرسمية كالمزاح مع اللاعبين، والتي تعتبر حيوية جداً لبناء روح الفريق. والآن نصل إلى الفئة الثالثة والأخيرة، سلوك الملاحظة. هنا تكمن قوة الصمت الهادف، فما لا يقوله المدرب يمكن أن يكون بنفس أهمية ما يقوله، وهذا النظام يسجل ذلك أيضاً كسلوك. إذن ماذا يحدث في لحظات الصمت هذه؟ المدرب لا يكون خاملاً، قد يراقب بدقة كيف يستجيب لاعب لتعليماته، أو يلاحظ تلك اللحظة العبقرية حين يأتي لاعب بحل مبتكر، أو ببساطة يستمع بتركيز عميق لأسئلة الفريق. كل هذا هو مراقبة نشطة وهادفة. تعمل هذه الفئة أيضاً كشبكة أمان للبيانات. إنها تسجل فترات الصمت غير المحدد أو التواصل غير الواضح أو اللحظات التي يخرج فيها المدرب عن مجال الرؤية أو السمع. بهذا يضمن النظام أن كل ثانية من التدريب يتم احتسابها وتصنيفها. حسناً، لقد قمنا بتفكيك النظام، والآن في قسمنا الأخير سنجمع كل الخيوط معاً. بعد كل هذا التحليل والتصنيف، السؤال الأهم هو: هل هذا النظام فعال حقاً على أرض الواقع؟ تكمن قوة النظام في بساطته وفعاليته. إنه عملي بما يكفي للاستخدام المباشر في الملعب أو الفصل، ومرن بما يكفي ليتناسب مع أي رياضة. ولكن الأهم من ذلك كله أنه يحول التقييم من مجرد شعور إلى حقيقة مثبتة بالأرقام. والبرهان على دقته وموضوعيته يمكن تلخيصه في رقم واحد قوي جداً: 0.87. هذا ليس مجرد رقم، بل هو معامل الارتباط الذي تم التوصل إليه عندما استخدم 10 مراقبين مختلفين النظام لتقييم نفس مدرب كرة السلة في نفس الوقت. هذا الرقم المرتفع جداً هو الدليل القاطع على أن النظام موضوعي وموثوق، يعني عندما يستخدمه أشخاص مختلفون يصلون إلى نفس النتائج تقريباً. هذه هي قوة البيانات. وهذه الشريحة تلخص التحول العملي بشكل مثالي. بدلاً من أن يقول المدرب لنفسه: أعتقد أنني قمت بعمل جيد، يمكنه الآن أن يقول: استخدمت التعزيز الإيجابي 15 مرة. وبدلاً من بدل فريق مرتبكاً، يمكن للبيانات أن تظهر أنه أجاب على 3 أسئلة فقط من اللاعبين. هذا هو الفرق بين الحدس والبيانات الملموسة. إذن، ما هي الخلاصة؟ هذا النظام لا يهدف إلى استبدال فن التدريب أبداً، بل إلى تعزيزه بالعلم. إنه يأخذ ما هو غير ملموس ويجعله قابلاً للقياس، محولاً الانطباعات إلى رؤى دقيقة وقابلة للتنفيذ. وهذا يتركنا مع سؤال للتفكير لكل مدرب أو معلم أو قائد فريق يستمع الآن: لو تم تحليل أسلوبكم اليوم باستخدام هذا النظام، ماذا تعتقدون أن البيانات ستكشف؟ وأي أنماط غير متوقعة قد تظهر في أسلوبكم القيادي؟